السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ بعد السلام والتحية، وقبل ما نبدأ حلقتنا الرابعة من مسلسل إقامة جبرية ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو ده وتشتركوا في القناة، ويلا بينا نصلي على الرسول ونبدأ مع بعض حلقتنا اللي بتبدأ بسلمى وهي خارجة من الجيم بعد ما خلاص عملت عمليتها، وبتروح عند العربية بتاعتها وبتقلع الكاب وبتبص على مكان الجيم، وبعد كده بتدخل العربية بتاعتها وبتقعد تعيط كتير جدا وبتنهار من العياط. وبعد ما بتخلص عياط خالص بتبدأ تهدى وتبتسم وتركب عربيتها وتروح البيت. وبعد كده في نفس الوقت ده كانت مديحة بتحكي لعايدة كل اللي حصل لبنتها، وبتقول لها على مية النار اللي اترمت عليها. وفي الوقت ده جه الدكتور وقال لهم ان الحروق صعبة جدا ومن الدرجة الثالثة، واحنا هنعمل اللي نقدر عليه لكن لازم هتسيب اثر فيما بعد. في الوقت ده ندهت عليهم كنزي وشافت شكلها وكانت منهارة جدا اول ما شافته، وقعدت تقول ايه اللي في وشي ده، ازاي كده، ولكن هم حاولوا ان هم يهدوها شوية. وبالليل سلمى كانت خارجة مع موسى وقاعدة بتفكر في اللي عملته في كنزي، وبعد كده بدأت ان هي تتمكيج وتظبط نفسها وهي مبتسمة ولكن حصل حاجة. في الوقت ده روحت عايدة وقابلت ابنها وبدأت تحكي له على اللي حصل لكنزي، وبدأت تقول له ان البنت نفسيتها تعبانة جدا. فقال لها معقولة ايه الكلام اللي بتقوليه ده؟ فقال لها قالت له زي ما بقول لك كده، وحاول ان انت تسأل عليها وتهتم بيها، هي محتاجانا كلنا دلوقتي. فقال لها حاضر اوعدك انا هخرج وبعد كده هبقى اسأل عليها. فعلا راح قابل سلمى ودينا صاحبتها، وكان معاه مختار صاحبه، وبدأ يحكي لهم على اللي حصل. فاستغربت جدا سلمى وقالت له ايه ده، معقولة اللي انت بتحكيه ده؟ طب هي ليها اعداء ولا حاجة؟ لازم تقف جنبها. فقال لها انا مش مصدقك، معقولة انت بتقولي كده؟ انت مش غيرانة ولا ايه؟ قالت له لا طبعا انا عارفة ان هي بتحبك وبتجري وراك وكل حاجة، لكن انا واثقة فيك وعارفة ان انت مش هتبص لواحدة غيري. فاستغرب وقال لها ايه العقل اللي نزل عليكي ده؟ فصاحبه قال لهم يا جماعه ما تغيروا السيره دي، احنا جايين هنا عشان نتبسط ونفرفش. فقال له حرام عليك يا ابني، هو انت ما عندكش احساس؟ احنا بنتكلم عن مشكله البنت. في الوقت ده مامة سيف قررت تتصل بعايده، ففعلا اتصلت بيها وعرفتها بنفسها وقالت لها علشان انتي انا بتصل علشان اقول لك ابعدي ابنك عنها تماما قبل ما ترجعي تندمي. فقالت لها ما انا علشان خاطر عايزه اعرف منك هي كانت بتعامل ابنك ازاي. قالت لها بصي انا خلاص قلت لك اللي عندي وانتي حره، وقفلت السكه. عايده قلقت على موسى فاتصلت بيه ولكن ما كانش بيرد، ووقتها كان قاعد لسه مع سلمى واصحابه، وبدأ مختار يحاول ان هو يلاغي دينا وشكله كده كان معجب بيها. فلما عرف ان عندها سنتر للكلاب حاول ان هو يلطف معاها الجو، لكن هي كانت طول القعده بتصده. وبعد ما خلصت السهرة سلمى روحت على البيت على طول وما كانتش بتكلم حد ابدا، ودخلت اوضه مامتها وباباها، وبدات تفتكر وهي صغيره لما باباها كان بيقعد يضرب مامتها ويزعق فيها ويقول لها انا همشي واسيبك. في الوقت ده كانت هي بتبقى خايفه جدا ومتوتره